السلام عليكم. 31 مايو سنة 2018 كان في بنت ماشية في الشارع، ماشية زيها زي أي حد عادي، وفجأة طلع عليها واحد لا تعرفه ولا يعرفها، اعتدى عليها بالضرب بآلة حادة. لما روحت البيت كتبت ونزلت بوست على فيسبوك بتحذر فيه البنات التانية إنهم يعدوا من نفس الشارع عشان ما يحصل لهمش نفس اللي حصل لها. فاكتشفت إن في أكتر من بنت حصل معاها نفس الشيء في نفس المكان، والأغرب من كده إن كل البنات اللي حصل معهم نفس الحادث كانوا مشتركين في صفة واحدة، إنهم كانوا كلهم بشعرهم. والراجل اللي عامل معاهم كده كان شخص غريب عنهم، لا يعرفهم ولا يعرفوه. طب ليه عمل كده؟ البنات دي جمعت نفسها وراحوا كلهم قدموا بلاغ في الراجل ده، واكتشفوا إن الراجل ده مصاب بمرض اسمه الفصام. إيه هو الفصام؟ وإيه المرض اللي يخلي شخص يعتدي على حد ما يعرفوش من غير أي سبب واضح؟ تابع للنهاية. في ناس حوالينا ممكن نشوفهم بيتكلموا مع حد احنا مش شايفينه، او بيردوا على اصوات احنا مش سامعينها، من مرضى نفسيين لناس تانية بتدعي النبوة وغيرهم كتير. الناس دي مش مجانين ومش ضعاف ايمان، الناس دي عندهم حالة اسمها الفصام، او زي ما العلم بيقول الشيزوفرينيا. شيزوفرينيا كلمة أصلها يوناني متكونة من مقطعين، المقطع الأول تشيزو ومعناها الانفصال، والمقطع الثاني فرينيا معناها الواقع أو الحقيقة، كده يبقى معناها الفصال عن الواقع. المرض ده مش زي أي مرض تاني، ده بيأثر على طريقة التفكير والمشاعر وحتى التصرفات، لدرجة إن أوقات يخلي الواقع والخيال يختلطوا جوه دماغ الشخص ده. تخيل كده دماغك فيها صوتين بيشتغلوا مع بعض وإنت مش قادر تفرق أنهي الصح وأنهي الغلط. الفصام غالبا بيبدأ في سن الشباب، في عز ما الواحد بيبني حياته وأحلامه. الشخص اللي عنده المرض ممكن يعيش جوه عالمه الخاص، يسمع أصوات ويشوف حاجات مش موجودة، أو يصدق أفكار إحنا من بره شايفينها غريبة. والأغرب من كده إن أي حد ممكن يجيله، مفيش حد محصن. في الفيديو ده إحنا هنعيش جوه دماغ شخص عنده فصام، هنفهم إزاي بيشوف الدنيا وإزاي إحنا نقدر نساعده بدل ما نحكم عليه. وهتعرف إن الموضوع أعمق بكتير من كلمة مجنون اللي للأسف اتعودنا عليها. الشخص اللي عنده فصام ممكن تلاقيه قاعد وسط ناس لكن عقله في حتة تانية خالص، بيسمع أصوات إحنا مش سامعينها، أصوات ممكن تبقى بتهدده أو بتكلمه عن أسرار أو حتى بتديله أوامر. هو بالنسبة له الأصوات دي حقيقية زي ما أنت سامعني دلوقتي. أوقات تلاقيه بص وراه فجأة، أو بيتكلم مع حد مش موجود، أو بيقولك إنه شاف حاجة وأنت متأكد إن مفيش حاجة حصلت. وده اسمه إن دماغه بقت بتستقبل صور وأصوات مش من الواقع اللي إحنا فيه. في نوع تاني من العلامات، الأفكار اللي بنسميها إحنا غريبة بس هو بيكون مقتنع بيها 100%، زي إنه متأكد إن في حد بيراقبه طول الوقت، أو إن في أجهزة في البيت بتقرأ أفكاره، أو إن الناس اللي في الشارع بتبعت له رسائل ليه هو بالذات. يعني بيكون حاطط في دماغه إن هو محور الكون، وأي حاجة بتحصل حواليه دي رسائل متوجهة ليه هو بالتحديد. التصرفات كمان بتتغير، ممكن يبقى كلامه ملخبط، أو يقف يتكلم في موضوع وبعدين يدخل في موضوع تاني ملوش علاقة بيه، وأوقات يبان عليه إنه بارد أو مش فارق معاه أي حاجة حتى لو حاجة مهمة حصلت حواليه. وفي اللي بيبعد عن الناس تماما ويقفل على نفسه وكأنه بيدور على الأمان في عزلة بعيد عن الناس. لكن السؤال هو إيه اللي بيخلي الشخص يوصل للحالة دي؟ إزاي عقل إنسان يبدأ يخلط بين الواقع والخيال بالشكل ده؟ وده اللي هنعرفه في الجزء اللي جاي. عقلنا أشبه بمدينة كبيرة جدا فيها شوارع، إشارات مرور وكهرباء ماشية في كل حتة. لما الإشارات دي تتلخبط كل حاجة في المدينة بتتلخبط معاها. العلم ما قدرش يثبت أسباب علمية واضحة للفصام، لكنه خرج لنا ببعض العوامل اللي بتؤدي بشكل كبير جدا لحدوثه. أول العوامل دي وهي الوراثة. في حاجات بتبدأ من زمان، من قبل ما إحنا نتولد أصلا. لو في العيلة حد عنده فصام النسبة بتعلى إن الشخص يجيله، مش معناه إنه لازم يحصل، بس عامل الوراثة موجود زي البذرة اللي ممكن تنمو لو لقت الظروف المناسبة. تاني عامل معانا وهي بتكون حاجات متعلقة بكيمياء المخ نفسه. المخ نفسه بيحصل فيه خلل، المخ بيشتغل بمواد كيميائية صغيرة اسمها نواقل عصبية، دي بتبعت الرسائل بين الخلايا. لو حصل خلل في توازن المواد دي، خصوصا مادة اسمها الدوبامين، يبدأ المخ يترجم الإشارات بشكل غلط، واللي بيسبب اللخبطة دي غالبا بتكون بسبب تعاطي المخدرات والكحولات. الحشيش نفسه بيزود فرصة الإصابة بالمرض ويزود فرصة المضاعفات منه بشكل كبير، وده يخلي الشخص المصاب يسمع حاجات مش موجودة أو يفسر المواقف بطريقة غريبة. وفي بقى دور الحياة نفسها، الضغوط والصدمات الكبيرة أو التجارب المؤلمة اللي بتحصل للإنسان، كلها ممكن تكون الشرارة اللي تشغل الفصام عند
عند حد كان عنده استعداد ليه. تقدر تقول الفصام زي النار، الشرارة ممكن تبقى وراثة أو لخبطة في المخ أو ضغط نفسي، لكن عشان النار دي تولع لازم تجتمع الظروف المناسبة، والتجمع ده بيختلف من شخص للتاني. طب يا ترى الشخص اللي عنده فصام بيعيش ازاي؟ يومه ماشي ازاي؟ بيشوف الدنيا زينا؟ تخيل معايا انت ماشي في الشارع، حواليك ناس بتتكلم، فجأة وسط الدوشة يجيلك صوت واضح يقولك خليك ماشي ما تبصش وراك، هما بيراقبوك. أو صوت بيقولك الناس دي عايزة تموتك. العالم حواليه بقى خليط بين الحقيقة والوهم. ممكن يشوف وشوش غريبة وسط الناس، أو يحس إن في عينين بتبص عليه حتى لو الشارع فاضي. الناس تشوفه واقف لوحده بيتكلم، هو بالنسبة لهم بيكلم نفسه، لكن في دماغه في شخص بيرد عليه فعلا. ممكن يبقى قاعد وسط أهله والكل بيضحك، لكن هو حاسس إنهم بيتكلموا عنه، بيحلل كل كلمة، كل ضحك، وكل حركة إيد كأنها رسالة سرية ضده. بسبب الخوف والتوتر ده يبدأ يبعد عن الناس، يقفل على نفسه ويقلل الكلام، مش عشان بيكرههم بس لأنه بيحاول يحمي نفسه من أصوات وأفكار مش قادر يسيطر عليها. الموضوع مش اختيار، مفيش زرار يقدر يطفيه، هو بيحارب في صمت. وأكتر حاجة بيحتاجها مش السخرية ولا الاتهام، بيحتاج حد يسمعه ويفهمه. الشخص اللي عنده فصام بيكون عنده نوعين من الأعراض، في أعراض إيجابية وأعراض سلبية. الأعراض الإيجابية مش معناها إنها أعراض حلوة، والسلبية مش معناها إنها وحشة. الفرق بينهم باختصار هو إن الأعراض الإيجابية أعراض زادت على الشخص ده، حاجات ما كانتش عنده وبقت موجودة، زي الهلوسة سواء كانت سمعية أو بصرية، واضطراب في التفكير والكلام، الضلالات والأفكار الوهمية، واضطرابات في الحركة، وانفعالات مبالغ فيها. أما بالنسبة للأعراض السلبية هي الحاجات اللي كانت موجودة عنده وهو شخص طبيعي لكنها قلت أو اختفت، زي مثلا البلادة العاطفية، وقلة التعبير عن المشاعر، وانعدام الإرادة، وقلة الكلام، وفقدان المتعة، والعزلة التامة، والانسحاب الاجتماعي. لكن يا ترى هل في أمل إن الشخص ده ممكن يعيش حياة شبه الطبيعية وتغلب على الصراع اللي جواه؟ هنعرف الإجابة دلوقتي. ناس كتير فاكرة إن الفصام حكم مؤبد وإن الشخص خلاص حياته انتهت، لكن الحقيقة لا، الموضوع مش كده خالص. صحيح الفصام مرض مزمن، يعني بيعيش مع الشخص لفترة طويلة، لكن ده مش معناه إن الحياة بتقف. في ناس بتتعالج وبتعيش حياة مستقرة وبتشتغل وبتكون صداقات، ممكن كمان إنها تعمل إنجازات تاريخية في حياتها. من أشهر الناس دي العبقري جون ناش، الحاصل على جائزة نوبل في الاقتصاد، اللي بعد كده اتعمل له فيلم بيحكي قصته اسمه بيوتيفول مايند. صحيح انه كان مريض فصام، لكن ده ما منعوش انه ينجح وياخد جائزة نوبل. حد كمان زي ادوارد اينشتاين، الابن الاصغر لألبرت اينشتاين. وكمان اللي ما يعرفش الفيلم المصري بتاع الفنان احمد حلمي اسف على الازعاج، اللي كان طول الفيلم احنا شايفينه بيتكلم مع والده وبيحكي له همومه ومشاكله. وكمان عاش قصة حب مع الفنانة منة شلبي، وقعد طول الفيلم يخرج ويسافر ويعمل معاها كل حاجة كأنها شخص حقيقي بالظبط. أنا شكلي أحبك. لكن في نهاية الأحداث بنكتشف إن والده متوفي من سنين، وإن كل الحوارات دي كانت هلوسة بصرية وسمعية من أعراض الفصام. وفي النهاية بيقرر إنه يروح يتعالج. العلاج الدوائي للفصام بيكون عبارة عن أنتي سايكوتيك دراج أو مضادات الذهان والأدوية المهدئة. الفكرة إن العلاج مش بس دواء، العلاج الحقيقي مزيج من كذا حاجة: دعم من العيلة والصحاب، علاج نفسي يساعد الشخص يفهم أفكاره ويتعامل معاها، بروتين صحي زي نوم منتظم واكل كويس، تقليل الضغط العصبي. يعني ببساطه العلاج رحله مش مجرد خطوه. وفي حالات كتير بتتحسن لدرجه انك لو شفتهم مش هتصدق ان كان عندهم فصام اصلا. الفرق انهم لقوا دعم ومكان امن وحد يسمعهم بدل ما يحكم عليهم. الفصام مش نهايه القصه، واوقات بيكون بدايه لرحله اقوى وفيها تحدي، لكن كمان فيها امل لو حوالين الشخص ده حد بيحبه بجد. لو عندك صديق او قريب ليك عنده فصام، ممكن تبقى مش عارف تتصرف ازاي، خايف تجرحه او تضايقه، او حتى تبقى حاسس انك مش فاهمه. الشخص اللي عنده فصام محتاج حد يسمعه حتى لو كلامه غريب او مش منطقي بالنسبه لك. ما تحاولش تقاطعه او تقول له انت بتخرف، بالعكس اسمعه للاخر. تجنب الجدال في الهلاوس والاوهام. هو بيقول انه شايف اصوات او شايف حاجه، ما تحاولش تدخل في جدال تقنعه انها مش موجوده، ده ممكن يخليه يتقفل منك ويبعد عنك. بدل كده عبر عن تفهمك لمشاعره، قول له ان انت حاسس بيه وانك فاهم ان الموضوع ده صعب عليه. ساعده يحافظ على نوم منتظم واكل صحي والخروج في اماكن هاديه. الروتين ده بيخلي الدماغ اهدى. وكمان لازم تشجعه على العلاج من غير ضغط او اوامر، قول له انك دايما معاه. مريض الفصام بيحب يكون دايما مطمن، اوعى تحكم عليه او تحطه في خانه الشخص المجنون. ده مرض زيه زي اي مرض، واللي بيفرق هو اننا نمد ايدينا بدل ما نبعد وشنا. يمكن كلمه منك تبقى بالنسبه له طوق النجاه. الفصام مش نهايه، الفصام بدايه لرحله صعبه لكن مش مستحيله. المريض مش عدو نفسه، هو ضحيه مرض محتاج
دعم وحد ياخد بإيده. لما نغير نظرتنا، لما نمد إيدينا بدل ما ندور وشنا، هنقدر نرجع ناس كتير للحياة. في الآخر المرض النفسي مش عيب، العيب إننا نسيب اللي محتاج مساعدة من غير ما نحاول. خليك إنسان، يمكن كلمة منك تغير حياة.